القدرات الخاصة عادي انه يبقى فاشل، القدرات الخاصة عادي انه يبقى ناجح. افجرها لك، القدرات الخاصة ما تعملوش كويس اصلا. السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في اول فيديو محتاجين الاول نقول هو ايه القدرات الخاصه. ببساطه شديده القدرات الخاصه اللي هم عندهم اعاقه. طب يعني ايه اعاقه؟ منظمه الصحه العالميه عرفت الاعاقه بان هي نتيجه لتفاعل حاله صحيه معينه زي الشلل مثلا او متلازمه داون او كده، وبين عوامل شخصيه وبيئيه والحاجات اللي هي موجوده اصلا وهو بيتعامل معاها زي المواصلات والمباني والكلام ده. ايه ده؟ استنى ثواني، وايه انت بتقولي إيه اللي انت بتقوله ده؟ ايه التعريف ده من الاخر؟ هل تفتكر لو لا قدر الله كان كل الحياه، يعني كل الناس مثلا مقطوع رجليهم مثلا، هل تفتكر ان دي كانت هتبقى اعاقه؟ لا. ليه؟ لان كانت كل الناس هتبقى هي كده، وبالتالي هتلاقي المواصلات بتتعمل عشان تلبي احتياجات الناس اللي هي مقطوع رجليها، وبالتالي مش هيبقى فيه اختلاف. ايه ده؟ يعني ده معناه ان احنا بنعرف الاعاقه بان هي شخص مميز عن بقيه الناس في شيء معين، فاهم؟ يعني اللي عنده متلازمه داون، طب ما لو الناس كلها عندها متلازمه داون ما كانتش هتبقى اسمها اعاقه، فاهم؟ فهي الاعاقه مش بس لانك ناقصك شيء، هو لانك ناقصك شيء وفي ناس تانية عندهم الشيء ده، فالحياه بتتعامل مع المشكله دي بان هي لوحدك، هي تخصك لوحدك، وبالتالي الحياه بتبقى ماشيه زي ما هي. المواصلات للناس العاديه، المباني للناس العاديه، فاهم؟ في الاحصائيات العالميه لقوا ان نسبه الاشخاص اللي عندهم اعاقه 16%، يعني حوالي مليار و300 مليون. حد يقول لي 16% ايه اللي اعاقه؟ يعني ايه ده؟ عدد كبير جدا. انت بتقول ايه؟ لا، ما في نقطه بقى يعني هقولها لك دلوقتي، ان احنا ساعات بيختلط علينا الامر ان الاعاقه ان مثلا واحد رجليه مقطوع متلازمه داون بس، ما يجيش في بالك اعاقات تانية كتيره قوي هي بتتسمى اعاقه، مع انك لوهله كده تقول دي اعاقه ازاي يا عم؟ انت بتقول ايه؟ في انواع كتيره جدا من الاعاقه، زي الاعاقه مثلا الجسديه او الحركيه بوجه عام، زي مثلا زي ما قلت لك بطر رجل مثلا معينه، او الشلل، او الاعاقات اللي بتيجي اصلا من الحوادث وكده. مثلا الاعاقه البصريه زي مثلا العمى او ضعف النظر. حد يقول ايه ده؟ ضعف النظر اسمه اعاقه؟ ايوه، لسه بقول لك مليار و300، يعني مليار و300 دول اكيد مش كلهم عندهم شلل بس، يعني فاهم؟ لا، هو ضعف النظر ده اسمه اعاقه. صاحبك اللي بيلبس نظاره هم حاطينه من ضمن المليار و300 مليون ناس، فاهم؟ اعاقه سمعيه برضه زي مثلا الاخرس او اللي عنده ضعف في السمع. حتى انا يقول لي هو ضعف السمع اعاقه؟ ايوه، هم قايلين كده، هم قايلين اي شيء انت مختلف عن الناس فيه. اعاقه بقى عقليه زي التوحد ومتلازمه داون والتخلف العقلي، فاهم؟ والاضطرابات في التعلم وانواع كتيره تانية. طب ما تيجي نتكلم بسرعه عن التسلسل التاريخي مع الاعاقات. يعني العالم كان بيتعامل ازاي مع الشخص اللي عنده اعاقه؟ في العصور القديمه في مصر واليونان وكده كانوا بيشوفوا ان الاعاقه ديت لعنه من الاله. مثلا في اليونان القديمه كان في بعض المدن الطفل اللي عنده اعاقه بيقولوا ان كان في سنه رحمه عند المصريين، بيقولوا انه كان في برديه قديمه شافوها وشافوا ان كان في مكتوب برضه حاله من الاعاقه وازاي عالجوها وكده. في العصور الوسطى بقى في بعض الديانات مثلا كانوا بيشوفوا ان المعاق او اللي عنده اعاقه يعني ممسوس او ملعون. في القرن بقى 18 وال19 بدا يتحول من الحته اللي انا زي ما قلت لك ان هو ممسوس او ملعون لحته بقى طب يا جدعان ما تيجوا نعالجه طبيا، فاهم؟ في القرن العشرين بقى وبعد ما حصل الحروب وكده وزاد زي ما بقول لك عدد الاصابات بقى، زي ما قلت لك اي اصابه ظاهره عليك او حتى لو مش ظاهره زي الاكتئاب وكده بس موجوده عندك انت كشخص ومش موجوده في العادي، دي اسمها اعاقه. وبالتالي بعد الحروب زادت جدا الاعاقات، فبداوا بقى يعملوا منظمات بقى ويعني مستشفيات مخصوصه للشيء ده، وبالتالي بقى ليهم نسبه من وجودهم في المجتمع. طبعا بقى مش عايز اتكلم بقى عن ان دلوقتي بقى خلاص بقى حرفيا بقى ليهم منظمات كامله، وبداوا بقى كمان مش بس اللي هو نموذج طبي بس اللي هو مثلا احنا هنعالجهم، لا كمان كنموذج اجتماعي برضه. طب ونموذج بقى عملي نفسه، لما تروح بنك مثلا لا هو في مثلا بتاع اللي هو بتطلع اللي هو مثلا كرسي بعجل مثلا، هو ده ما كانش موجود في العادي. ليه؟ بقول لك في نسبه قليله من الناس اللي بكرسي بعجل، فانا ليه هبص لهم؟ فبدا يبقى في نظره بقى اللي هو لا يا عم، لا لازم هحاول على قد ما اقدر اسهل لكل شخص عمليه معينه هو بيعملها. المواصلات نفس الكلام. نرجع بقى لموضوعنا الاساسي بقى، هو انا ليه بقول ان ممكن يبقى فاشل عادي، ممكن يبقى ناجح عادي، ان هو مش بطل؟ بص، اول نقطه التمييز الايجابي. يعني ايه؟ انت عارف مثلا لما اقول لك التفرقه السلبيه وهي انك تقول له ايه ده انت معاق، انت مش زينا، انت مش كذا، انت مش كذا، فتقول لي يبقى تمام، يبقى يعني ابقى ايجابي بقى واقول له ايه ده هو انت معاق وعايش عادي كده، ايه ده هو انت معاق وقادر تنجح، ايه ده ايه الجمال ده يا ابني، هو ايه الغباء ده؟ ما هما الاثنين زي بعض والله، السلبيه والايجابيه هما الاثنين زي بعض، لانك تتعامل معاه ان هو انت شخص خارق للطبيعه، فاهم؟ اللي هو انت مش زينا برضه، يعني زي السلبي بس هو بشكل حلو شويه، فاهم؟ مش بس كده، ده الاعلام كمان اللي هو بياخدهم كده معاه، اللي هو بيطلعهم لك مثلا في البرامج وكده يقول لك بص اللي مقطوع رجله بيعمل ايه. يعني لا، هو عادي، شخص عادي مقطوع رجله، يعني ربنا يعينه وكل حاجه، بس عايش ان هو نجح عادي، واحد عادي زيه نجح وعمل نفس الحاجه، فما تحسسوش انه جامد. على فكره حتى لو هو جامد، لو هو عمل حاجه فعلا كشخص يعني ما عندوش الشيء ده بس عمل حاجه ماشي، جمدان
جمدان وكل حاجه، بس ما تحسسوش كده، لا قول له عادي عايش، قول له ايه ده، ايه الجمدان ده وخلاص. مش بس كده، ده ساعات يعني الاعلام كمان يجيب لك مثلا الناس المعاقين يقول لك بص ان انت تنجز حاجه في حياتك مش محتاج اعذار يا ابني، وانت عبيط يعني؟ انت بتقول لي ان هو قليل، يعني انت بتقول لي شايف الشخص القليل الحقير ده شايف عمل ايه وانت لسه قاعد في بيتك انت بتقول ايه؟ لا عادي، هو عمل عادي وانجز لانه جامد عادي، وانا عشان عادي ويعني ما عرفتش انجز حاجه في حياتي يبقى انا عادي، انا وحش، فاهم؟ مش بس كده، ده مثلا يكون حد مثلا عنده اعاقه معينه فيكون رايح مثلا الشغل متاخر، يقوم قايل لك ايه ده يا عم، لا عنده اعاقه يا عم دخله يا عم الشغل، دخله. لما يجي مثلا واحد عادي اللي هو جاي متاخر يقول له لا اوعى تدخله، لا عامله كده برضه، عامله يقول له جاي متاخر مش هتخش، مش عشان ما لا اتفضل يابا اتفضل يعني مش فاهم يعني بجد، اكنك بتقول له ايه ده حضره المعاق اتفضل ساعات، يعني ايه يا ابني انت بتقول ايه؟ مش بس كده، في كمان فرق كبير قوي ما بين نظره الشفقه ونظره الاحترام. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون نظره الشفقه بان انت يعني بتقول كلام يبان ان هو حلو وجميل وكل حاجه، بس هو باين ان هو انت ايه اللي هو بتبص له كده، فاهم؟ اللي هو معلش يا حبيبي وبتاع، فاهم؟ اللي هو انما نظره ممكن يكون فيها سنه احترام، نفس الكلام بس بتغير شويه كلام بان انت بتكلمه على انه عادي. الفكره من الفيديو دوت ان اللي عنده اعاقه انت هو عادي، يعني كلمه عادي، لما ينجح في حاجه قول له عاش وهو عادي، يعني تمام عايش زي ما بتقول لاي حد عايش، لما يفشل قول له انت فاشل عادي، ما هو انسان عادي يعني، مش فاهم الموضوع مش محتاج معامله خاصه بقى ومعامله، فاهم؟ اللي هو يعني بحس والله ان مثلا لما يكون حد عنده اعاقه مثلا معينه، انا بحس والله العظيم ان هو حاسس اللي هو ما تحسسنيش يا عم ان انا عندي يعني عادي، عاملني عادي. وبصراحه في حته برضه يعني فلسفيه سيكه كده عايز اقولها في الاخر، ان بجد ممكن يكون هو عنده اعاقه ظاهره وبالتالي انت بتعامله كان هو شخص مختلف، بس احنا عندنا حاجات كتيره قوي مستخبيه مش باينه مخليانا مختلفين عن ناس كتيره، ومش بس كده حاجات كمان مش حلوه بس الناس ما بتعاملناش عشان بس مش ظاهره، انما عادي وعشان كانت ظاهره وبالتالي اتقال عليه ان هو عنده اعاقه. فاهمني؟ معامله الناس اللي عندهم اعاقه او اللي بيقول عليهم قدرات الخاصه، احترامك ليهم بان انت تعامله عادي كده. يبقى انتهى الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبك، لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه لسه ما اشتركتش، ويلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.